عرفتو اخوتي المغاربه، انا اول مره كنحس بهذا الاحساس. عزيز اخنوش وليت تنخاف منه. السيد انا ما بقيتش عارفو فين غادي بهذا الشيء ديالو، والاول مره كنتفق مع عبد اللطيف وهبي، حيت هذا عبد اللطيف وهبي راه بعد شي خطره كيقول كلام معقول، الاكثريه تيعورها، ولكن راه مره تيبقى يخرج شي هضره في الصميم تيجيبها في 90. مع هذه النسخه الثانيه ديال حكومه عزيز اخنوش لقيت كلامه صحيح. عقلتو ملي كان قال لنا باللي راه كاينين منتخبين ديال حزب الاحرار حزب عزيز اخنوش يتحدثون بلسان السلطه ويتدخلون في رجال السلطه، الباشا والوالي والعامل. دابا غادي نطلبوا من المجلس على الحسابات يمشي يراقب وزاره الفلاحه هذه المشاريع كلها اللي كانت في الشهور الاخيره، واش هي كانت مقرره ولا لمصلحه المواطن ولا لمصلحه الانتخابات. اسمح لي سي العام، لا خليني نتفاعل معك شويه في هذا. لا خليني نكمل نقول. لا هادشي مهم اللي كتقول، نتفاعل معك فيه شويه. لا ما تفاعلش معايا، كمل عاد تفاعل. لا غنتفاعل معك اذا جيت على خاطرك. هذا الموضوع كيطرح اكثر من مشكل. كيفاش مشاريع ديال بعض المناطق كتعطى لهم الملايير وبعض المناطق ما كتعطاش لهم، وعلاش بالضبط هذه المناطق وماشي هذه المناطق؟ كيفاش ولاو مدراء جهويين ديال وزاره معينه كيديروا الحمله الانتخابيه والتاثير على رجال السلطه؟ هذا راه حنا غادي الازمه الان، ولكن هناك اشخاص يتكلمون باسم السلطه ويعطون الاوامر باسم السلطه. هناك اموال ديال الوزارات تصرف لاهداف انتخابيه، وهناك ضغط على بعض الناخبين ديالنا وبعض المرشحين ديالنا. هنا اخوتي المغاربه تيبان لكم باللي عزيز اخنوش راه ماشي ساهل، حنا كان كيسحاب لينا باللي هادشي غير مزايدات، ولكن مع هذه النسخه الجديده ومع هذه القرارات اللي كيدير عزيز اخنوش مع جاب اصحابه للحكومه، بان باللي اخنوش بو احمد هذا العصر، بو احمد الاصلي اللي كان مسيطر منذ عهد الحسن الاول، كان حيد كاع المنافسين ديالو ونشر الاعوان ديالو والخدامه ديالو في مفاصل الدوله وسيطر على منابع المال والسلطه، وهادشي اللي ادى بالدوله الى الانهيار والفشل. من بعد ديك الساعه دخل علينا الاستعمار، وهادشي اللي كيديروا عزيز اخنوش اليوم.